وهذا الطريق الذي كان عليه السلف كما أوضح المصنف رحمه الله هو الطريق الذي به النجاة في آيات الصفات وأمور الاعتقاد وجميع أبواب الدين. فالطريقة التي كان عليها السلف الصالح هي الطريقة المنجية، هي الطريقة التي فيها سلامة العبد من الزلل، أمانه من الانحراف، كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: السنة سفينة نوح، فمن ركبها نجا ومن تركها غرق. فطريقة السلف رحمهم الله طريقة قائمة على السنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فهي التي بها تكون النجاة، هي التي تكون بها النجاة. ولهذا ترى في كثير من المصنفات لأهل العلم في الاعتقاد يصدر مثل ما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية في أول واسطية، قال: هذه عقيدة الفرقة الناجية، هذه عقيدة الفرقة الناجية، أي أن النجاة والطريقة المنجية تكون بذلك. ومعنى ذلك أن من ترك هذه الطريقة فقد عرض نفسه للهلاك، ومن سلك هذه الطريقة فقد سلك بنفسه طريق النجاة. فالطريقة التي عليها السلف الصالح رحمهم الله في الاعتقاد هي الطريقة المنجية كما ذكر الشيخ، وكما عبر غيره هي عقيدة الفرقة الناجية، هي عقيدة الفرقة الناجية. وهذا المعنى مستمد من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة أي ناجية. فالنجاة إنما تكون بهذا المعتقد الحق والإيمان السليم القائم على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه العقيدة المنجية لها خصائص تمتاز بها عن غيرها من عقائد الناس أيا كانوا ومهما كانوا. وأبرز هذه الخصائص 4 خصائص. الأولى أنها عقيدة قائمة على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهي عقيدة مستمدة من الكتاب والسنة. ولذا ترى في مصنفات أهل العلم في هذا الباب يقولون: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. وهذا لفظ الإمام أحمد رحمه الله، ونظائره كثير عند أهل العلم من أهل السنة والجماعة. فهي طريقة وعقيدة مستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثاني أنها عقيدة توافق العقول السليمة، العقول الصحيحة والفطر السليمة، فليس فيها ما يخالف العقل السليم، وليس فيها ما يخالف الفطرة السليمة. فهي عقيدة توافق العقول السليمة وتوافق الفطر المستقيمة التي لم تنحرف. أما إذا انحرف العقل وفسدت الفطرة فإنها ستكون مخالفة للاعتقاد الحق المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته الحموية، يقول: اعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا. الطريقة السلفية هي الطريقة التي عليها السلف الصالح من لزوم الحق والهدى والاعتصام بحبل الله والتمسك به والبعد عن الانحراف ووسائله وأسبابه. الأمر الثالث
أن هذه العقيدة عقيدة توسط واعتدال، لا غلو فيها ولا جفاء، ولا إفراط فيها ولا تفريط. وهذا أمر امتازت به عقيدة أهل السنة، عقيدة وسط بين طرفي الغلو، فهي سنة، فهي حسنة بين سيئتين، وهدى بين باطلين، باطل الغلو وباطل الجفاء، فليس فيها أي غلو وليس فيها أي جفاء، ليس فيها إفراط وليس فيها تفريط، وإنما هي على الاعتدال والقوام والوسط، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي شهودا عدولا على القوام وعلى السداد، لا غلو ولا جفاء. الأمر الرابع مما امتازت به هذه العقيدة أنها سلمت من الانحرافات والخلل الذي وقعت فيه الطوائف الكثيرة. وباب الانحراف أو أبواب الانحراف في الاعتقاد كثيرة جدا، وفي باب الصفات كثيرة، فمنهم من نحى في انحرافه منحى التعطيل، والتعطيل أنواع، ومنهم من نحى منحى التحريف، ومنهم من نحى منحى التشبيه والتمثيل، إلى غير ذلك من الانحرافات التي وقعت فيها الطوائف في هذا الباب. أما أهل السنة سلموا من ذلك كله، فمنهجهم قائم على الإثبات لله عز وجل بلا تعطيل، الإثبات بلا تمثيل، والتنزيه بلا تعطيل، فهم سالمون من التعطيل وسالمون من التمثيل وسالمون من كل ما وقع فيه أهل الضلال والباطل. وسبب هذه السلامة اعتصامهم بحبل الله وبكتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.